وصفة النهاردة من الوصفات اللي مش محتاجة مجهود كتير خالص ومش محتاجين فرن ولا أي حاجة، في ثواني هنكون محضرينها. متنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت حلو كده زيك واشتراك للقناة. ويلا بينا نشوف طريقة الوصفة بتاعتنا. أول حاجة هنجيب طاسة على النار، هنسخنها كويس وبعدين نحط عليها معلقة من زيت الزيتون أو زيت عادي، أو هنحط معلقة زبدة ومعلقة زيت معاها. هنقطع بطاطستين حلوين كده، هنقطعهم مكعبات صغيرة، وطبعا احنا بنتحكم في الكمية على حسب الأفراد اللي هتاكل معانا. هنقلب البطاطس بقى لحد ما تاخد لون من الجنبين، يعني عايزين نحمرها علشان تبقى ماسكه نفسها، نعمل لها كفر كده حلو يبقى ماسك من بره وفي نفس الوقت من جوه هي طريه، علشان ايه ما تتهريش معانا لما نحط بقيه المكونات. هنقلب فيها اهو لحد ما تاخد لون معانا، وهنغطيها حوالي دقيقتين لحد ما تستوي. زي ما انتم شايفين كده موضوع سهل وبسيط. بعد كده هنقطع بقى ايه بصلايه صغيره من عندنا من البيت. زي ما بقول لكم المكونات كلها موجودة عندنا، مش هنحتاج ان احنا ننزل نشتري اي حاجة اضافية. هنحط البصلاية وهنقلب فيها لحد ما تاخد لون معانا، وتبدأ ان هي تطلع الريحة بتاعتها مع البطاطس. طبعا دي خطوة كويسة علشان البصل ما يبقاش ناشف معاكم وانتوا بتاكلوه. هنقلبها كويس لحد ما تطرى كده معانا وتاخد لون كويس. بس كده الموضوع مش محتاج اي مجهود خالص. وبعدين هننزل عليها بفص من الثوم، فص واحد مش عايزة اكتر من كده. اهو هو فص بس هيديها ريحة وطعم. وعايزة اقول لكم ان اي حد عنده وصفات من الخفيفة دي وعايزنا نعملها اكتبولي في الكومنتات وانا هطلع اسمكم عليها، وهنجرب الوصفة اللي انتوا بتقولوا عليها وهنشوف هتطلع معانا حلوة ولا لا. وهنقلب بقى زي ما قلنا الثوم مع البصل مع البطاطس. هنبدأ نبشر جزراية وسط، هنبشرها كويس وهنبدأ ان احنا نحطها على البطاطس. طبعا احنا بنزود العناصر الغذائية عشان كمان الناس اللي عاملة دايت محتاجة حاجة خفيفة وسهلة وما فيهاش سعرات حرارية عالية. فالأكل ده هيبقى حلو جدا ليكم ومفيد، كمان حلو للولاد لأن الأطفال ما بتحبش خضروات كتير. فاحنا بنحاول ندخلها في الأكل على قد ما نقدر، وبنخلي طعمها حلو وما يحسوش بطعمها كمان عشان يرضوا ان هم ياكلوه. هنقلب بقى لحد ما الجزر يدبل معانا اهو، كله على بعضه، مش محتاجين اي حاجة اضافية ولا هنشغل فرن ولا هنشواية ولا اي حاجة خالص. هنبدأ بعد كده نقطع بقى ايه طماطمتين وسط او طماطمايه كبيرة، وهننزل بيها على الكلام الحلو ده كله. يبقى احنا حطينا البطاطس حمرناها، وبعد كده حطينا البصل والثوم والجزر. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، فلفل اسود، هنحط 7 بهارات، ملح، كمون، كزبرة، وشوية كركم. وهنقلب كله مع بعضه. يبقى احنا كده حطينا التوابل بتاعتنا خلاص، وهبدأ ان انا اقلب علشان كله يدخل في بعضه وتاخد من طعم التوابل كلها. مش قادرة اقول لكم الريحة اصلا عاملة ازاي. اول ما بدأنا بقى نحط التوابل هتبدأ الريحة تطلع، ريحتها تحفة يا جماعة بجد، ومن الحاجات اللي طعمها ما بتحسيش بقى بطعم البطاطس خالص اللي انتم متعودين عليها. لا، طعم جديد تماما. ومع تكراري للوصفات اكتشفت ان كل حاجة ليها طعم، يعني كل وصفة بنعملها بجد طعمها مختلف خالص عن التانية. حتى الفراخ لما بنيجي نعملها، كل وصفة الوصفات الفراخ اللي احنا بنعملها مختلفة خالص. هبدأ انزل بقى بمعلقة من صلصة الطماطم اهو زي ما انتم شايفين عشان تديها لون اقوى. وهنحط عليها نص كوباية من المية عشان احنا عايزينها يكون لها صوص، يعني عايزين الصوص بتاعها يكون حلو كده، عشان بقى الناس اللي عايزة تاكلها مع رز او عايزين ياكلوها مع مكرونة او حتى مع عيش مفيش اي مشكلة، هيبقى الصوص بتاعها حلو جدا. هنقلب بقى كده اهو لحد ما تاخد لون معايا وتبدأ ان تتسبك بقى. يعني هنحط لها نص كوباية مية، لو حسيتوا ان هي شربت المية ومحتاجة تاني ممكن تضيفوا لها مية تاني عادي اهو. هنقلبها، يعني ممكن تغطوها وتسيبوها مثلا دقيقة ولا حاجة لحد ما تغلي والمية زي ما انتوا شايفين تعمل بقبقة كده. يعني موضوع سهل وبسيط مش محتاجين حاجة. هنعمل بقى فتحات كده وهنبدأ بقى نحط ايه بيض على حسب عدد الناس اللي هتاكل. كل واحد بقى عايز بيضة، كل واحد عايز بيضتين، زي ما انتوا عايزين. طبعا وصفة جديدة وحصري وترندي جدا، وكمان مفيدة وطعمها حلو، والبيض معاها طعمه رهيب. يعني مش لازم، اكتشفت ان احنا مش لازم نعمل البيضة بحمص، ده احنا عملنا وصفة كمان بتاعة الكوسة بالبيض برضو، ده طالعة حلوة جدا بجد. وصفة الكوسة دي بقى من الحاجات الروعة، يعني ادخلوا بجد شوفوها على القناة، طعمها في حتة تانية خالص فعلا. حطينا البيض كده، وبعد ما حطينا البيضين لو عايزين تفتحوه
مفيش مشكله. عايزين تسيبوا بقى الصفار زي ما هو مفيش مشكله برضو، بيبقى شكله حلو. وهنحط له رشه من الفلفل الاسود على كل بيضايه كده اهو. انا ببدأ بس افتح البياض، بس بحب الصفار زي ما هو مقفول كده. في ناس بتحب تفتحه. حطيت بقى عليها رشة من الملح كمان، وخلاص استوت معايا. ممكن تدخلوها تحت الشواية عشان تضمنوا يعني ان البيض استوى، او تغطوها وسيبوها تستوي. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، ونغرفها بقى كده بألف هنا وشفا. بجد طعمها حلو قوي، لازم تجربوها. ومن الحاجات اللي مش محتاجة منكم مجهود ولا وقفة كتير في المطبخ ولا اي حاجة. حتى يعني هتعملوها تحطوا بقى شوية عيش بلدي كده معاها، شوية مخلل او رز بشعرية. طعمها حلو قوي يا جماعة، بجد لازم تجربوها وتقولوا رأيكم. وما تنسوش تقولولي الوصفات اللي انتوا عايزين نجربها في الكومنتات، وانا هكتب اسمكم عليها وهنجربها بجد مع بعض، ونشوف هتطلع معانا حلوة ولا لا. واشوفكم في الفيديو القادم.